تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي أن أنقل لكم قصة قبل أن نبدأ بدرس اليوم من عجائب ما ورد عن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وهذه القصة حدث بها أحد الطلاب، وهي قصة طريفة وجميلة، ولكنها تدل على معنى كبير، أن هذا الإمام تجاوز حدود الأخلاق، ويكاد يعجز قلم التاريخ أن يكتب عن رجل حوى مثل هذه الأخلاق. القصة يرويها أحد طلاب الشيخ، يقول: كان الشيخ ذات يوم يصلي في الليل في بيته، فقفز لص على بيت الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز كان بيته طبعا في الرياض، كان له سور، يعني لا فلة، وكان السور قصير قبل أن يرفع السور. المهم الشيخ فطن فسمع مثل صوت سقوط أحد من على سقف المنزل، فأكمل صلاته وأخبر أحد الأبناء بذلك، فقام أبناء الشيخ وفتشوا، وفعلا وجدوا هذا الرجل باكستاني الجنسية. أحضروه عند الشيخ بعد أن تم ضبط هذا اللص. أول ما قال الشيخ قال: أيقظوا الطباخ. قالوا: يا شيخ ليش؟ قال: أكيد هذا جوعان. وفعلا تم إيقاظ الطباخ وصنع طعاما لهذا اللص. وبعد أن شبع الرجل ناداه الشيخ وقال له: لماذا فعلت هذا الأمر؟ قال: أنا والدي في باكستان في مستشفى يتعالج، وقيمة التكلفة 10,000 ريال، عندي 5,000 وأريد أن أسرق 5,000. فاتصل الشيخ على أحد الطلاب الذين يجيدون اللغة الباكستانية، وتم الاتصال بمكتب للشيخ عبد العزيز في الهند. وفي اليوم الثاني تأكدوا من صحة الخبر، وفعلا ثبت الخبر أن والد هذا الشخص في المستشفى الفلاني ويحتاج إلى 10,000 ريال. فقام الشيخ رحمه الله تعالى وتبرع بعلاج والد اللص على حسابه الخاص، فدفع الشيخ 5,000، ثم أعطى هذا الرجل أيضا 5,000 لأنه قد يحتاج إليه. حسن حال الرجل، استقام هذا اللص والحرامي، وأصبح من الطلاب الملازمين للشيخ عبد العزيز رحمه الله. مرت الأيام وتوفي الشيخ رحمه الله. الرجل لم يستطيع أن يتحمل وفاة الشيخ، فكان يغشى عليه 3 مرات أمام الناس الباكستاني. يقول هذا الطالب وهو يروي القصة، يقول: كنا إذا دخلنا إلى الآن إذا دخلنا مسجد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الباكستاني سكن نفس الحي، كنا إذا دخلنا المسجد بمجرد أن يرانا يغشى عليه مباشرة ويبكي. قلت: إلى أي درجة وصل خلق هذا الإمام رحمه الله تعالى؟ يدخل اللص لكي يسرق من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ويخرج اللص وقد أعطاه الشيخ فوق ما يريد، كان يريد 5,000 أعطاه 10,000، ويصنع له الطعام ويكسب قلبه ويدنيه منه حتى أصبح من طلابه. أي خلق وأي سماحة وأي إبداع في الأخلاق وصل إليه هذا الرجل. ما تفوق رحمه الله بكثرة علم، يوجد هناك علماء مثله أو أعلم منه، ولا تفوق بكثرة مال، ولا تفوق بجمال، ولا تفوق إلا بصدقه مع الله عز وجل وعجائب الأخلاق التي كانت عنده. قد يسيء لك أحد من الناس، قد يسيء لك أحد من الناس أو يؤذيك بكلمة أو بموقف، ونتمنى أن تتذكر هذه القصة ولا تنساها. ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. حياة تسامت بنور اليقين، وعلم أضاء بكل الدهور، كفيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور، وكم من بصير أضاع الجسور. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة
علامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. وناح الفراق سؤال يزلزل كل السطور، سؤال يزلزل كل السطور.